لو هنتكلم على احلى اكل بيتقدم في فرنسا وخصوصا باريس لازم يكون مطعم جوستو، وعشان ناكل هناك محتاجين نحجز قبلها ب5 شهور على الاقل، حتى كتبه واخده افضل مبيعات. وبيجيلنا فار غير كل الفيران، اول ما بيشم الاكل بيعرف مكوناته على طول، وكان بيعرف سم الفيران من على بعد، واستغل ابوه موهبته بما انه قائد العشيره في انه يعدي الاكل على ريمي الاول قبل ما ياكله. واما ريمي كان عنده مشكله انه ما بيحبش اكل الشوارع ولا الزباله، وكان عايز ياكل من المطبخ، ولكن ابوه بيخوفه من البشر عموما. وفي مره ريمي دخل مطعم عشان ياخد اكل، سمع جوستو هو بيتكلم عن الاكل كانه بيسمع موسيقى بيحبها، وبيلاقي ريمي مشروم وبيندق اخوه ايميل علشان يخبوها من الفيران التانية. وفران خلق ربنا بتمشي على ايديها ورجليها، ما عدا ريمي ما بيحبش يوسخ ايده علشان ما يغسلهاش قبل الاكل، قال يعني في فار بيغسل ايده قبل الاكل. واما ريمي بيلاقي مع اخوه ايميل حته جبنه، وطبعا الطبخ بما انه بيجري في دمه طلع شواها على البخار وطار من كتر الاندهاش، وكان منبهر بيها جدا. وعلشان الطبخه تكتمل لازم يحط معاهم زعفران، ودخل مطبخ ست عجوزه، وابوهم طبعا مشغول عليهم هما فين، وابنه بيسمع جوستو وانفعل قوي بوفاه جوستو لحد ما صحى ست الكل وابتدت تضرب فيهم طخ 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 لحد ما وقعت السقف عليهم، ولقت يجي 3000 فار. وطبعا ريمي كان اخر واحد لانه مرضيش يمشي غير لما ياخد كتاب جوستو معاه. وعيله ريمي هربت بسرعه ونسيوا ريمي وراهم ومعرفش يوصل لهم وتاه منهم، وابتدى يقلب في كتاب جوستو. وتخيل جوستو بيقول له لو ركزت على اللي ضاع منك مش هتعرف تكمل، وقال له اطلع على المواسير. وطلع فعلا ولقى حته فينو بس لقى اللي يمنعه، وابتدى يمشي لحد ما وصل لسطح المبنى ولقى نفسه في باريس وقد ايه جميله، ولقى مطعم جوستو قدامه. وفي مطعم جوستو اول يوم تعيين لينجويني ابن ريانا صاحبه جوستو، وبيديله جواب بيقول له خد تزكيه مني لمدير المكان. ومديرهم اتعفرت انهم وظفوه، ولما عرف انه ولد بيشيل الزباله عدى الموقف ومشي. وابتدى يتكلم الفار مع جوستو يقول له مين اللي شغالين، وابتدى الفار يسميهم واحد واحد بناء على خبرته. اما جوستو بيسال الفار ده مين على لينجويني، بيقول له ده ولا حاجه، ده عامل نظافه. ولينجويني بيشوف شغله بيمسح الارض، بيوقع حله الصلصه وبيروح يزودها بميه وبهارات غريبه. والفار بينهار من اللي بيعمله لينجويني، وللاسف بيقع الفار في الحوض علشان يروح يظبط الدنيا. وبيروح الفار يعدل الشوربه، وبعد ما خلصها دخل المدير ياخد الشوربه، افتكر ان اللينجويني هو اللي طبخها. وابتدى لينجويني يحاول يوقف الطبق اللي طالع بس ما عرفش لانه شاف الفار جنب الحله وابتدى يخبيه. وابتدى المدير يتخانق مع لينجويني فقال يطرده، وابتدت الشيف توقفه وتقول له ازاي تطرده واكل طلع حلو اصلا. واكتشف انه الاكل طلع جميل جدا، والحل في انه يخليه او يطرده انه يعملها تاني، ولو طلعت حلوه يكمل في الشغل، لو طلعت وحشه يبقى مشيه. واكتشف ان الفار في المطبخ وقبض عليه لينجويني وابتدى يطلعه عشان يقتله بره المطبخ. وابتدى يقول له ما تبصليش كده يا فار، انت ايه اللي في الطبخه، ايه اللي عملته قول لي. ولكن عشان طيب القلب ابتدى يطلق سراحه. واول ما فتح البطرمان لينجويني الفار ريمي طلع يجري بسرعه ورجع له تاني. اما لينجويني عرض على ريمي الفار ايه رايك انت تطبخ وانا اشتغل، ابتدى ياخده معاه البيت. ولما قام لقى الفار بيطبخ له الفطار وابتدى يعرف ان هو متاخر ويروح على الشغل بسرعه، واضطر يحط الفار في بنطلونه. لينجويني وريمي الفار ما كانوش عارفين يتفقوا على طريقه بينهم، وكل اللي حواليه لاحظوا حاجه غريبه على لينجويني. وابتدى يدخل المطبخ وقال له انت شرحتني، وابتدى يتعصب. ولما سمع صوت المدير عالي ابتدى يدخل، وراح لينجويني اخد بسرعه الفار وحطه في راسه، ودي كانت انسب طريقه. ولما روحوا البيت ابتدى يتغمى لينجويني، وابتدى هو والفار يتدربوا لحد ما نجحوا على طريقه ما بينهم. وطبعا هيعيد الشوربه، والشيف ريحانه هي اللي هتتابعه وبتتعفرت عليه بما انها طباخه. والمدير بيكتشف ان لينجويني ابن جوستو، وجاب محامي عشان يحاول يثبت ده. وابتدى المحامي ياخد شعره من طاقية جوستو ولينجويني عشان يثبت ان هو مش ابنه عن طريق الدي ان ايه. وابتدت الشيف ريحانه بتحاول تخليه ينظف مكانه وتعلمه ازاي يقطع، وتعرف على كل واحد في المطبخ. وابتدت الناس في المطعم تطلب شوربه لينجويني، والمدير قال لهم هيعمل لكم حاجه ما حصلتش، وابتدى يدبسوا. وكل اللي في المطبخ مستعجب منه. وبتكتشف الشيف ريحانه انه بيستخدم حاجات مش موجوده، حاولت تمنعه ما عرفتش. وابتدى يطلبوا الطبق لينجويني لحد ما سموه بالطبق الخاص، وابتدوا يحتفلوا ان بنجاح لينجويني. وبيشربوا كاسين، وبيطلع لينجويني يقدم الاكل للفار. وابتدى يشوفوا المدير ويطلع وراه ويمسك طاقيته، ولكن ما لقاش الفار. وابتدى يقول للشيف ريحانه ان هو اخد كل اللي هو عايزه، وابتدى يكون مميز عنها. واما الفار ريمي وهو بياكل لقى فار تاني راح يهجم عليه، لقى ايميل اخوه. وابتدى ايميل ياكل في ورقه الغلاف، قال له ازاي انت بتاكل في الورقه دي، واخوك ريمي موجود في باريس. ودخل المطبخ ياخد اكل لاخوه، ولقى ضميره بيكلمه، قصدي جوستو بيكلمه بيقول له انت ازاي بتسرق لينجويني صاحبك، ولكنه مشي وسابه. وفي نفس الوقت لينجويني بيسكر مع مديره وبيحاول يستدرجه
يعالجه لكنه معرفش، وجاب ريمي الفار لاخوه الاكل وبيحاول يخليه يشعر بالاكل وجماله، واخوه اخده للقبيله كلها وابتدوا يحتفلوا بيه بما ان ابوه رئيسهم. واما لينجويني بعد ما سجر مع مديره سابه ينظف المكان. اما الفار بابا طلب انه يرجع لعشيرته ولكنه مرضيش، وقال له بص انا هاخدك لمكان يوريك نهايتك، وابتدى يوريه السم ومصايد الفيران وقال له دي نهايتنا كلنا، لما نقرب من البشر كلنا هنموت بنفس الطريقه. وابتدى ريمي يموت من الرعب فعلا. رغم اللي شافه ريمي الفار ساب ابوه مشي رجع للمطعم، لقى لينجويني مرمي في الارض، ابتدى يصحيه، لما لقاش منها فايده قال يلبسه نضاره احسن. دخلت الشيف ريحانه وبتكلمه عملت ايه مع المدير ها، وابتدى ان هو مش بيجاوبها خالص. ولما لقيته نايم بيشخر ابتدت تضربه بالقلم، ففاق وطلع يصالحها ويقول لها انا من غيرك ما كنتش هعرف اعمل حاجه، انا عندي سر وعايزه اقولك عليه، والسر ده هيضايقك. وابتدى يشرح لها ولكنه مش عارف يقول لها ازاي ان في فار في دماغي. واول ما هيتكلم راح الفار ابتدى يخليه يعمل حاجه مش عايزها. والكاتب الصحفي اللي ما بيحبش كوستو كان مستني خبر سيء عنه، ولكنه لما سمع نجاحه اندهش جدا. اما المدير متعصب جدا ازاي نتيجه التحليل بتقول ان لينجويني ابن كوستو، وابتدى يتضايق جدا ان صورته على اخبار اليوم. والمحامي بيقول له خلاص نخليها سر ومحدش هيعرف حاجه. اما لينجويني معجب جدا بالشيف ريحانه وبتاخده، والفار بيقع منه، وايميل اخوه بيلاقيه وبيطلع انه قايل للعيله كلها ان اخوه شغال في مطعم جوستو وانهم محتاجين اكل وما فيش الا ريمي اللي هيجيب لهم ده. ودخل ريمي يدور على مفتاح المخزن علشان ياكلهم، وابتدى يصارع جوستو في ان هو كده بيسرق. ودخل الدرج عشان يطلع المفتاح لقى وصيه جوستو ان لينجويني ابنه، واخد الفار الورق بسرعه وهرب من مدير لينجويني. ولما رجع المطعم دخل لقى لينجويني في مكتبه وقال له اطلع من مكتبي. الشيف ريحانه قالت له انت اللي تطلع من مكتبه يا مدير، لان الفار طبعا اداله الوصيه. وبقى عايش لينجويني في قصر وفضل مديره السابق يتابع اخباره. اما الفار كان بياخد من المخزن وبيدي لعيلته. وابتدت الصحافه تصور لينجويني وتساله عن سر نجاحه. طبعا انا ابن جوستو فلازم اطلع طباخ قد الدنيا. وكان مستني الفار يذكر اسمه ولكنه ذكر اسم الشيف ريحانه رغم انها ما عملتش حاجه قد الفار. وحاول مديره السابق يبلغ وزاره الصحه ان عندهم فار ولكنه رفض. ودخل الكاتب انطون ايجو ودخل للينجويني يهدده ومشي، واخدته الشيف ريحانه ومشيت. وطلع لينجويني بره وطلع الفار من راسه وقال له انا مش دميتك. وللاسف اخوه والعيله كلها كانت بتتفرج عليه، وحتى مدير السابق كان شايفه. ولما اتضايق ريمي الفار قال لهم الاكل النهارده عليا، وابتدى يدخل المخزن وراح لينجويني يدور عليه ويعتذر له. وابتدى لينجويني يحس بصوت ولقى كل الفيران فتعصب جدا وقال له انت ازاي تسرق المطعم، انا وثقت فيك يا ريمي. ومشي ريمي طبعا متضايق. وابتدى لينجويني يهلوس بالكاتب. اما مدير السابق كان ذكي جدا وعمل مصيده للفار ريمي واخده في عربيته. واما الفيران ما سابوهوش لوحده، راحوا خرجوه. وطبعا لينجويني من غير الفار ما كانش عارف يطبخ ولا يعمل اي حاجه، وكلهم عليه. وبيدخل ريمي الفار وكلهم بيهجموا عليه ولكنه بيوقفهم وبيقول لهم الحقيقه ان هو الطهي الحقيقي واللي بيوجهني، ومن غيره معرفش اعمل اي حاجه، وبسبب موهبته انا بقيت في المكانه دي، واننا مش هنكون افضل مطعم في باريس من غيره. وكل الشيفs سابوه ومشيوا، وابتدى يبقى لوحده هو والفار. وابتدى ريمي الفار ينده العيله كلها تساعده. ودخل مفتش الصحه وشافهم وهم طلعوا يجروا وراه. وابتدى ريمي يوجه الفيران بانهم يطبخوا ازاي، وريمي بيشرف عليهم. وبتدخل الشيف ريحانه وبتساعدهم هم والفيران وبيحضروا الاكل، ومفتش الصحه بيربطوا الفيران في المخزن. ولينجوين بيقدم الاكل للناس وبينبهروا بيه جدا. حتى الكاتب ايجو بينبهر بالاكل وبتفكر الاكله دي بطفولته، بيفقد ألمه وبيشكر لينجويني. فلينجويني بيقول له لا ما تشكرنيش، لو عايز تشكر الشيف الحقيقي استنى اخر المطعم لما الدنيا تفضى. ودخل المدير عشان يعرف مين اللي بيطبخ حقيقي، واخدوا الفيران مع اخوه مفتش الصحه. ولما المطعم فضي طلعوا له الفار الطباخ، وشاف شغل عيلته في المطبخ وشكروا على الوجبه ومشي من غير اي كلمه. وظهر تقريره في تاني يوم فيما معناه ان يمكن للجميع ان هو يتعلم الطبخ، وقد ايه عباقرة الطبخ في مطعم جوستو، وانه هيروح تاني ياكل من هناك. واتجوز لينجويني حبيبته وساب المفتش ومديره السابق، وابتدوا يعملوا مطعم للفيران. وكل ما يجي الكاتب ايجو الفيران هي اللي تعمل له الاكل بنفسها، وبدل جوستو طلع الفار الطباخ.